يلا حبايبي بقى نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي في الكومنتات، واللي مشتركش في قناتي يشترك. ويلا نبدأ نشوف عملنا الحلوة دي ازاي. على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة جوز الهند او الرواني او الكيكة اللي بدقيق السميد والدقيق العادي. مع بعض هنحتاج كوباية حاجة بسيطة سكر عشان هنعمل لها شربات، كوباية جوز الهند، كوباية دقيق سميد ناعم، 3 بيضات كبار، لو عندك صغير اعملي 4، كوباية دقيق عادي، كوباية لبن، نص كوباية زيت، وهنكمل كوباية الا ربع بحتة زبدة كده عشان تديها تطعيمة حلوة، وده بشر برتقال عشان تديها ريحة حلوة، وبيكنج باودر وفانيليا. طبعا حطيت البيض اهو، بما ان في بيض يبقى في فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر البرتقال معايا، سكر، ونضرب بقى دول الاول. السكر مع البيض مع الفانيليا مع بشر البرتقال، هننزل بالزيت بتاعي كده. اتأكدي كويس ان السكر داب معاكي، احنا بنضرب البيض مع السكر عشان السكر يدوب معاكي. نكمل خلة صغيرة عشان بتعتبر محسن. ننزل بنص كوباية اللبن، انا نزلت بيه في البولة اللي هنعمل بها بقية الكيكة اهي. ما شاء الله عليه تحفة اهو، اللهم بارك. متنسوش لو وصلتوا بقى معايا للمرحلة دي تعملوا لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. هننقل الدقيق بتاعي كده، بسم الله. بيكنج باودر بتاعي، بسم الله. ادي السميد، كوباية السميد بتاعتي، بسم الله. الخليط كله كده مع بعضه، وكمان جوز الهند. عايزة تقللي جوزة الهند تخليها كوباية الا ربع براحتك، نص كوباية، بس انا عن نفسي بنحب جوزة الهند، وهي بجوزة الهند فنديها حقها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ننزل بقى حبة حبة كده بالخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة تحت كده من تحت لفوق. بس يا حبايبي الخليط معايا زي الفل اهو. بننزل بالخليط بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينية بتاعتي مدهونة طبعا دقيق، حتة سمنة متبطنة بالدقيق، والخليط بيبقى تقيل كده عشان خاطر دي البسبوسة بيشرب السوائل بسرعة، متقلقش من الحتة دي. حبايبي فرن والع على 180، هتاخد معاكي من 40 ل 45 دقيقة، ما تفتحيش عليها غير بعد نص ساعة، ونلتقي بعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله. الشربات بتاعي معايا كوبايتين سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين مية، ادي النص الليمونة بتاعتي. هي هتولع دلوقتي من الصوبع ده. الشربات يغلى كده، هو مش بياخد كتير، هو مش تقيل ولا خفيف زي شربات البسبوسة كده. هنحط فيه شرايح برتقان كده عشان حاطه فيه بشر برتقان، ويبقى الشربات بتاعي بنكهة البرتقان، والكيكة واخدة طعم جوز الهند وريحة البرتقال. بص حبايبي الشربات خلاص اهو، محتاج بقى يهدى شوية بس عشان لما تطلع الكيكة تبقى هي دافية، هادية برضو تهدى شوية والشربات يبقى هادي. بس هنعمل الفرن. بسم الله ما شاء الله عليها، ولا لازقة ولا أي حاجة خالص، بسم الله ما شاء الله تحفة. هنعمل ايه؟ هنغرسها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الشربات بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. هننزل بجوزة الهند كده، حبايبي شربت الشربات كلها اهو، مقدرش الا كمية بسيطة.
هنسيبها بقى تهدى خالص، تشرب كل الكمية دي ونرجع نقطعها مع بعض. بصوا حبايبي الرواني بعد ما هدت وشربت الشربات نبدأ كده نقطع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. راك حبايبي، بسم الله ما شاء الله، تحفة 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 تحفة. الكيكة التي جمعت بين البسبوسة والكيكة. ايه رأيكم؟ اللي مشتركش في قناتي يشترك،